شوربة عدس على الطريقة التركية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هسه اجى دور العنصر المهم بالفطور. صيام مقبول وذنب مغفور. ما بدينا رمضان وياكم وابتعدنا، صار لنا فترة تقريبا شهر وشوية، وأكيد ما يبعدنا عنكم إلا الشديد القوي. مرينا بظروف صعبة، وهي من أصعب الظروف اللي مرينا بيها هي المرض، وهذا اللي خلانا نبتعد عنكم كل هاي الفترة. طبعا بختام رمضان أكيد لازم نصور لكم فيديو ونكون وياكم، ونقول لكم احنا مشتاقين لكم هواي. نعتذر على هذا التأخير، وإن شاء الله يعطيه الصحة والعافية، ونصور لكم أول بأول. الصيف جاي، الفيديوهات الحلوة جاية إن شاء الله، الرحلات الحلوة جاية. اهلا بكم، ورجعنا لكم بفيديو من جدة وجديد. طبعا صار لنا هواي قاطعين عنكم، مثل ما تعرفون عندنا انشغالات وهواي امور، وبلخص هاي الفترة اللي فاتت خلينا نسوي أنا وياكم اليوم فطور سريع، نشوفكم الأجواء اللي عشنا خلال هاي الفترة اللي غبناها، شلون عشنا أجواء ببيتنا، أجواء رمضانية، أجواء حلوة، لأنه احنا نشتغل للمة، فدائما نسوي أجواء عراقية على مود نقدر نعيش كل أجواء رمضان. فخلينا نبدأ أنا وياكم فشي سريع، نسوي الدولمة وبعدين نشوفكم البقية. راح نخلص هسه جدر الدولمة، ناخذه نخليه على النار، ونحضر اليوم وياكم فطور أواخر شهر رمضان، لأنه غبنا عليكم هواي بصراحة. فاليوم راح نعوض لكم إياه إن شاء الله بفيديو حلو ويا أجواءنا الرمضانية. هاي الطماطم راح اخليها بالنص هم من الزين الجذريه مال الدولمه، وبنفس الوقت تعطيها نكهه مال طماطم. نكمل وياكم الدولمه ما بقى شي ان شاء الله، ونخليها على النار. الدولمه صار جاهز، راح ناخذه نخليه على الطباخ ونكمل باقي الفطور. يلا تعالوا ويانا خلينا نشوف شنو فطورنا اليوم. مثل ما تشوفون اليوم احنا برا جاي نسوي العصاير. العصاير شيء اساسي بالفطور بصراحه، يعني هي واللبن. اليوم احنا برا جاي نسوي هاي الشيء من بدا الشتاء لليوم. هاي اول مره برا نقعد ونسوي نطبخ او نسوي فد شيء، لان تعرفون جا الصيف والجو كلش حلو. هذا الفنتو بعد شويه، بعد ما خلينا الفنتو خلينا ثلج. شو نجيب هسه؟ خلي لنا قطعتين من الليمون. طبعا بالمناسبه خل اشوفكم هاي ايش قد حلوه. هاي ملاك اشتريتها من الفالفو. شوفوا تحفظ الخضورات، بنفس الشيء اكو مي جوا. شوفوا تبقى تازه وطازج. هسه راح ناخذ 3 اوراق او 4 ورقات من هذا اللي هو النعناع او شو يسمون منسه، ونضيفه جوا. نضيف له بعد شوي لان هذا كلش طيب. هسه نجي نستخدم السفن. واو، مثل ما قلنا لكم العصاير صايره شيء اساسي للفطور. بعد وقت للفطور لان نجهز، بعد عندنا وقت هواي. هسه هذا خنضيف له بعد شويه، هي يحتاج هواي، يمكن حسب الكميه الكبيره. يعني انا احبه بطعم طيب ويا السفن يصير فد شيء. هسه خل نحركه شويه ونشوفكم المنظر شلون يصير. باعوا يا الليمون ويا النعناع، باعوا شلون جاي يصير. شوربة عدس على الطريقة التركية بأسهل وأسرع طريقة. تعالوا خلينا نسويها هسه احنا وياكم. مكونات شوربة العدس كلش سهلة. خليني أقول لكم شنو هاي مكوناتها: جزر وبتيتة، راس بصل صغير، سن ثوم، كوب ونص عدس، أهم شي الماجي عم يعطيها نكهة، ملح، كمون، فلفل أسود، وآخر شي الكركم عم يعطيها نكهة بسيطة واللون مالتها الأصفر، وآخر شي هو زيت الزيتون. أخذنا زيت الزيتون. هاي شوربة العدس على الطريقة التركية. أول ما نضيف الجزر والبتيتة، نحمصهم شوية. راح نضيف البصل، نخليهم كليتهم ينحمسون سوية. راح نخليها على نار هادية وننصيها شوي لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق. هسه راح نضيف الثوم، نخليهم يتحمسون شوية على ما نضيف آخر شي العدس والبهارات. راح ناخذ العدس ونحمصه وياه، نخليهم يتحمسون شوية. هنضيف قطعة الماجي
هذا الماجي. نضيف كمون، فلفل اسود. بعد 5 دقائق تقريبا راح نضيف لها المي ونخليها لحد ما تستوي. نكمل وياكم الباقي. راح نخليها تستوي وبعدين نرجع لها. خلينا نشوف الشوربة هسه. شوفوا شوربتنا هسه صارت، بس شنو يراد لها بعد؟ بس مجرد نهرسها. هذا الجهاز عندنا راح نهرسها. قصناها وهرسناها وشوفوا الشكل النهائي لها. خلينا نضيف لها الملح. اشوفكم القوام مالتها، شوفوا القوام مالتها، شوفوا اشوفكم القوام شلون يجنن، والطعم بعد اطيب. جربوها على هاي الطريقة وراح تدعوا لي. هسه اجى دور العنصر المهم بالفطور. مثل ما تشوفون جبنا ثلج خليناه جوا بهاي الزمزمية. هنخلي الليمون جوا، ونجيب نخلي من هذا النعناع مثل ما سولفنا لكم على هاي كلش مفيدة. خلي النعناع جوا. النعناع دائما طيب ويا الليمون واللبن. شقد ما تخلي عادي كلش طيب، هو يعطي نكهة طيبة. يعني بصراحة أحب أخليه نعناع وليمون زيادة ويا اللبن. هذا بالبيت نخبطه ونسوي هيك، نسوي يعني نطعمه ونسوي شلون بالعراق. هذا اللبن تعرفون بعد مشهورين باللبن والطاطلي. المحلات عندنا هناك معروفة. خلي شوية ملح، نملح حسب ما انتم تحبون. نجيب هاي بها قطع جاهزة. شغلة مرتبة عمي بأسبوع وشوفوا، وتقوم تخبط على راحتك 100%. يلا هسه خل نروح نجهز السفرة، واني ساعدت الملاك بهاي العصاير والشغلات لان هي ما تلحق. يلا تعالوا ويانا حنكمل هناك ونساعدها بالشغلات البقية. هسه راح تقولون شنو هاي صينية؟ لا هاي مو صينية. تعالوا وياي خلنا اشوفكم شنو هاي. يلا هسه نجهز المي مالتنا. والله عيني يلا بس شوفوا لي الشغلة المرتبة. هي هاي الصينية جهزناها، شفتوها؟ شوفوا هذا ايش قد مرتب وحلو. هذا للمي، وهنا القلاصات حتى من تخليها والمي يوقع ما راح يبقى على الطاولة، راح يبقى بهاي بداخل هاي الصينية الخشب. كلش مرتب وحلو. نضيف الثلج جوا بالمي. بابا قديم الفطور يا شباب. وهاي الشغلة مفيدة وزينة. انصحكم كل واحد يجيب وحدة من هاي، حتى لو مو برمضان، بعد رمضان هم راح تستفادون من يمها. هسه كل شيء صار جاهز هنا. المي، اللبن، العصير. هسه بقت الشغلات بعد، بس شغلات ام البيت. انا شغلاتي كملتها. خليني اجيب التمر همين اخليه بعد مرة. هذا التمر شوفوا، خاف تقولون ان قشمرنا جايب بس هاي هيك كلاوات. لا هذا خليني اجيبه اخليه هنا. هذا القلاص هنا. يلا انا خلصت مهمتي وخلص واجبي. اللي مسحرتي كل يوم يسحرني، بس منو يسحرني مسحرتي؟ توقعوا هذا الدمام من شنو سويناه؟ توقعوا والله ما راح يجي على بالكم من شنو سويناه. ليش ما يجي على بالكم؟ اسمع، لين يطلع صوت. شلون يطلع صوت ما ادري، لان صبغناه قام هيك يطلع صوت حلو ما ادري. توقعوا كتبوا لنا بالتعليقات هذا من شنو سويناه الدمام. شوفوا الدمام ايش قد حلو، وهاي مالاته دنبل. مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا المدفع مالتنا زيتناه وجهزناه وصار جاهز، واحنا صرنا جاهزين حاليا. حضرنا المدافع. يلا تعالوا ويانا خلينا نشوف هذا المدفع وين راح نوديه. شوفكم التجهيزات اللي جهزناها احنا خلال شهر رمضان، الزينة اللي سويناها بالبيت. هذه زينتنا. هذا الركن هنا الرمضاني، أول ركن هنا. هذا الركن الأول. هاي الجلسة العربية. أنا طبعا كل شيء أحب الجلسات العربية ودائما موجودة عندي. تعطينا الطابع العربي. كلش أحب هاي الأجواء. الركن الثاني هاي مثل ما تشوفون هنا. هذا الركن الثاني. هاي الركن الرمضاني، الخيمة الرمضانية.
هنا هاي الخيمة خاصة لقراءة القرآن وختمة القرآن. هاي أجواءنا الرمضانية لهاي السنة، حبينا نشاركها وياكم وتشوفوها وتعطونا رأيكم إذا عجبتكم أو لا. لا تخاف، حرك على راحتك على راحتك على راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اها سمعتي المطقة مالتها؟ بسم الله. اللبن فد صاير. أنا انت ما تشرب لبن روح جيب كاسة روح. يا الله هذا التمر خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. الهي لك صمنا وعلى بركتك افطرنا ولا صيام غد نوينا يا الله. بسم الله. والله اللبن كلش طيب. لين نصير مسوي فيقول كلش طيب. اليوم اللبن مختلف رهيب بنكهة. شوفوا لي الشوربة هسه. هاي تعلبة طبعا كل يوم تجي تفطر وياي لازم نعطيها. تعال تعال تعال. ها بابا مسوي اليوم. شنو رأيك شبيب؟ زين بشوية أكثر حامض، بس لازم لما أدوق الدهن. أهم شي الدولمة ذوقي يدري بيش. طيني خليني أصبلك. بسم الله. هاي الدولمة دولمتنا بالضلوع استوت. شوفوا خاصة وانت ما موجودة. شلون هذا شغلك؟ رايح شغلها تاكل. حلو. يا اشيل الكاسة منها، اشيل الكاسة مال الشوربة. بعد شنو تردين؟ أول شيء أدوق البتاتا. يلا ضربي البتيتة. فاكر؟ شوفوا سمرة، شوفوا سمرة ويا نصير، والله كل يوم مية هيك معلمة. زين هذا انت حلو؟ تردين سلق رهف؟ هاي سلق الملاك. تعال تشسلق. هذا الشجرة شو اسمه هذا الكوسة كلش طيب. وقفوا خل بس خليني خليني بتيتة منين؟ ملاك تردين بتيتة؟ بس اذوق الاكل. هاي مو فطور نصيدها الصارع ويا سمرة. بس اذوق الاكل وقتي. اذوق الاكل اذوقه وقتي. والله طيبة بتجي. يلا حبايب راح نكمل فطورنا وسهمكم العافية إن شاء الله. كملنا فطورنا وخلصنا الحمد لله والشكر، وبيتقبل منا ومنكم. كل يومية بعد الفطور بعد ما نفطر ونرتاح لازم نسوي حملة على المطبخ كليته. تعرفون انتم الماعين والطباخ والسن كليته كارثة إنسانية. بس إذا أنظفه على مود منا الباكر الفطور باكر إن شاء الله كل شيء نظيف، بس أركب الفطور. هذا المنتج موجود بالاكشن. جبته وجربته وطلع ممتاز، فانصحكم موجودين اذا ما تستخدموه. راح اكمل تنظيف بس راح اشوفكم بعد هاي الوساخ كليتها شلون راح يطلع الطباخ والسن. وهاي بعد ما كملت ونظفته شوف شلون طلع، والله يجنن. وهذا المنتج ممتاز تقدرون تستخدموه للسنك، للحمامات، للطباخ، للأرضية همين، كلش ممتاز. هسه نروح نكمل باقي اليوم وياكم، نشوف القعدة اللي محضرها نصير إله. مسوي لنا قعدة حلوة بالبلكونة برا الفطور، نقعد خاصة هسه أجواء الصيف عندنا وأجواء كلش حلوة. شوفوا لنا القعدة ايش قد حلوة. الاجواء تخبط والقعده ما اسولف لكم، شاي والارجيله والامور بعد منا وهيج كلها راح تشوفون هيج قعدات حلوه. وبالتالي نصور لكم قعداتنا الحلوه وطلعاتنا لان جا الصيف والاجواء فد شي. هسه انا قاعد بالبلكونه بس صدقني يخبط الجو. خلص فيديونا لهذا اليوم مثل ما تشوفون، مثل ما شفتوا فيديونا اليوم بعد انقطاع طويل. هذا الفيديو نزلنا لكم اياه، انتظرونا فيديوهات حلوه وممتعه من هنا وهيج راح نسوي لكم فيديوهات وطلعات وسفرات تخبل.